موجود في فهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني القائد في الامتحانات ما بيقدمش الناس لمبادرات موت، بيضلوا يبحث عن علاجات. القائد الحقيقي مش اللي بيستدعي العدو ليأخذ الأبيض والأسود من البلاد، يحرق الأخضر والناشف، يخلي المواد والسواد. القائد الحقيقي الذي يبحث عن علاجات في الأزمات، مش بيزيد الأزمة من تفاقمها، مش اللي بيغلق أذانه وبيقول لك خلاص إحنا رايحين للموت من الصغير إلى الكبير زي أهل البروج. هذا فهم خاطئ للدين، هذه عدمية. لازم تضلك تبحث عن حلول، والحلول هذه على رأسها استبقاء النفس. في حاجة اسمها الضرورات الخمس في الإسلام: النفس، العقل، المال، النسل، العرض، العقل. لابد هذه الضرورات الخمس تستبقيها. شوفوا لما ربنا سبحانه وتعالى يكلفنا بالصيام وعبادة، بعدين يقول لك لا خلي بالك، من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يجي يقول لك في تحريمات: حرمت عليكم الميتة والدم، بعدين يقول لك فمن اضطر غير باغ. ليش؟ مش كل الناس بيسعهم هذا التكليف. في ناس التكليف هذا بيرهقهم وبيؤدي الى هلكتهم، بيقول لك لا، هذا بيدخل في باب الاضطرار، في باب الرخصة. لابد ناخد بالنا من هذه الاحكام الشرعية. الامة اليوم بتستهلك وبتستنزف. حدش في تفكيرنا دائما يضلوا للاسف الشديد عبارة عن شماعة فاهم قضية القضاء والقدر بصورة خاطئة، ويقول لك سلمها لله، ربنا سبحانه وتعالى حيحاسبك على الأسباب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان يعلم أصحابه رضي الله عنهم عند مشافي الأحزاب يقول: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. كان يعلمهم الدعاء، كان يعلمهم برضه المبادرات، إنه افتح شق في هذا الجدار، أوجد حلول للناس. خلي بالك إنه أنت دايما تكون محل رحمة للخلق، تحاول مرة وتنتين وثلاثة وعشرة، ما تيفش عند فقط نقطة واحدة وتقول بس ما هو هذا ربنا كاتب علينا هيك، وهذا قضاء الله وهذا قدر. وبدنا نستسلم يا جماعة الخير لقضاء الله وقدره. مين قال الكلام هذا؟ يعني عجبني واحد درويش من الغلابة هيك، رجل ضرير مريض لا يوصف، وإجوا جماعة من المزارعين عنده يرشوا له شجر الزيتون، فنسيوا إجزازة فيها البلا كله دواء الرش، فحطوا له إياها جنب هذا. قام مسكين في نص الليل ضرر ضرير، فيش حدا عنده، مسك الإجزازة بده يشرب، فشرب ايش؟ السم هذا. فإجا واحد من التلاميذ ثاني يوم يزوره في المستشفى، كان حالته خطيرة، فبقول له: يا سيدي الحمد لله على السلامة، يعني هذا من الرحمن يا سيدي. قال له: يا محمود هذا مش من الرحمن، هذا من الشيطان يا محمود. كل شيء بدنا ننسبه لله. هذا من الرحمن يا محمود، لا هذا من الشيطان. كيف يحطوا لي قزازة فيها سم وموت جنب راسي وانا رجل ضرير؟ كيف نفهم احنا المسائل اللي زي هذه وما نضلناش نعلق على شماعة القضاء والقدر تموت أمة كاملة ونضل نقول ما ربنا كيف علينا هيك يا مولانا، بدك تعترض على قضاء الله وعلى قدره؟ كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم طائفة معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لما تصلي صلاة الخوف، صلاة الحرب، بقول خلي في ناس قدام وخلي في ناس ورا. ربنا بقول له: مش حانزل لك ملائكه يدافعوا عنك وانت بتصلي الي، بدك تاخذ بالاسباب. ليش؟ ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده. الله اكبر. حتى النبي بده ياخذ بالاسباب وهو اللي مؤيد من عند. قال لك هذا مشرع للامه، مشرع في اسباب. أمة اليوم لازم للأسف الشديد هذا الصوت صوت خافت، وكلنا للأسف الشديد خلاص مستسلمين
زي النعاج، هي المصرعة كل يوم بيجيبوا لنا 200 300 نفر بيذبحوهم عنا قدام عينينا. الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون. لا حول. اضبطش، لازم تضلك. اذا كان سيدنا عمر كان يقول اني اكره للرجل ان يسام ظلما ولا يقول بملء فيه اني مظلوم، ارفع صوتك. ضلكيش تستقبل الموت كضحيه جيده، يقول ما هو خلص، ما هو قضاء الله وقدره. سمعك ما سمعتاش، انت بتشكو بثك وحزنك الى الله سبحانه وتعالى.